قبل ما نبدأ الفيديو نبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بنات اليوم جابت لكم طريقة عمل الكريمة وتغليف الكيكة بالجهاز الكهربائي. بالبداية أضيف عندي هنا كريم تلفزيون تشيز كيلو يطلع، وعندي هنا لترة مي. المي لازم يكون بارد، وهذا حشوة التوفي اللي أقولكم عليه، ملعقة كبيرة حشوة التوفي. وعندي هنا حشوة المحلبي، هذه إيرانية تجي، أخلي ملعتها ملعقتين. حشوة الشكليت والمحلب الإيراني يثبت الكريمة، يخلي الكريمة ما تذوب. أخلطها بهالشكل وأخليه بالخلاط يشتغل 10 دقائق. أتأكد الكريمة مختلطة كلش زين ويا المي. وهنا أشغل عليه 10 دقائق وأطفأ عليه، أول شي على سرعة هادية وبعدين على سرعة عالية. بهالشكل من ترتفع هيك هالشكل أطفي الخلاط وأبتدي أشتغل. عندي هنا الجهاز بناتي هواي يسألني على الجهاز شنو سعره وشلون تشتغلين بيه. هذا الجهاز أني جبته أشتغل بيه لأن عندي طلبيات هواية، والبنات اللي حباتي يطلبن هذا الجهاز أنا أجيب لهن إياه. يعني اللي تريد جهاز أنا أجيب لها الجهاز هذا. السعر مالته 1,000,000، لأن أكو بنات يعني رادن يطلبن هذا الجهاز، فالسعر مالته هذا 1,000,000 من الصين. الجهاز كل شي سهل التزيين، يعني اللي عندهم طلبيات هواية ذول أهل المعامل هذا كل شي يفيتهم الجهاز. أنا هسه جبته دا أشتغل بيه. يعني أنا كنت من أشتغل بالكيك أتعب، يعني طلبيات هواية وشغل هواي، ضغط يصير علي كلش وأتعب حيل بالشغل مالت الكيك. فهذا الجهاز هسه سهل علي هواية شغل. يعني مكان مال 10 كيكايات أسويهن مثلا بساعة، هاي 10 كيكايات أنا أسويهن هنا بربع ساعة، سريع كلش. واللي عندهم صعوبة بالتغليف، يعني التغليف مالتهم ما يطلع عدل بالتزيين، هذا الجهاز يطلع الكيكاية كلش عدلة من فوق، يعني كلش حلوة الكيكة تطلع بيه، يعني حتى ما تحتاج الواحد يزينها ويتعب بيها. البنات اللي عندهن مشاريع توهن باديات يشتغلن، اللي حابة تطلب هذا الجهاز تراسلني على الواتساب. أنا راح أخلي لكم الواتساب مالتي بهذا الفيديو إن شاء الله اليوم أو باكر. اللي حابة تراسلني على الجهاز تراسلني عليه على الرابط مالت الفيس أو الرابط مالت الواتساب. والبنات اللي طلبن من عندي شنو المواصفات اللي بيه السلبية وشنو الإيجابيات اللي بيه، بنات ما بيه أي سلبيات. هو طبعا الجهاز كلش حلو سريع ويطلع الكيكة مرتبة وعدلة، بس الرادلة ممارسة. يعني انت بالبداية راح تشتغلين بيه ما أكذب عليك، راح تخربطين بيه أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة ما راح تضبط وياك، لحد ما انت تقوم ايدك تاخذ على الجهاز راح تعرفين شلون تشتغلين بيه. يعني أنا بالبداية قلت لكم ذكرت لكم ذاك الفيديو إنه من اشتغلت بيه أنا طار إن عندي شم كيكاية طاح من الجهاز. ليش؟ لأن أنا ما أعرف بالبداية. هسه إيدي أخذت عليه بعد مرور الوقت، أنا قمت أشتغل بيه وإيدي أخذت على الجهاز، بديت أطلع شغل حلو. يعني الكيكة شلون تشتغلوها وتطلع بيه عادلة، أكو بالقاعدة مالته عندكم هنا تصير خطوط، هذا تشوفون هذين الخطوط اللي بالدائرة هاي دا تفتار، هنا انتوا راح تخلون الكيكة سنتروها، يعني الكيكة من تحطوها سنتروها على ذني الخطوط، الكيكة ما راح تطير من عندكم. وإذا عرفت شلون تسنتروها وتحطون الكيكة ثبتوها راح تعرفون تشتغلون. بس إذا ما ثبتوها على ذني الخطوط اللي تشوفون قبالكم على القاعدة هذني راح تثبتون الكيكة، كون لا شوية مدنية لهناك ولا مدنية لهناك، كون ضبط بالنص تنحط. وتبدون تشغلون الجهاز على أول شي على درجة ناصية، وبعدين تعلوا شوي شوية لحد ما تتعلمون عليه. أنا إن شاء الله راح أنزل لكم فيديو شلون تشتغلون الكيكة عليه، لأن بيه هسه هو دقم وبيه من فوق رافعة ترفع وتنزل. أنا راح أشتغل بيه وأراويكم شلون أشتغل بيه، أعلمكم عليه.
والبنات اللي حابات يطلبن الجهاز اول شي راح اعلمكن عليه، يلا طلبنه. تشتغل بهذا الجهاز يبين عندها الشغل كانما مسويته يعني جايبته من المعمل، يعني من معمل يكون يعني مضبوط شغله وجايبين من عنده الكيكه، لان هو راح يطلع الكيكه كلش حلوه من فوق معدله، يعني ما بيها خرابيط صاعده نازله. حتى لو الكيكه كانت هي عوجه يعني بيها هيك تموجات من فوق وعوجه، وهاي راح الكريمه راح هي اللي تعدلها، الجهاز يعدل. ان شاء الله بالايام القادمه راح اشرح لكم عن الجهاز اكثر. ولهنا ينتهي الفيديو مالتنا، مع السلامه ودمتم في حفظ الرحمن.